امامنا جماهير الحاضره، جماهير يوسفية برشيد من اجل تشجيع هذه النتيجه ديال الرجاء. الان كيعلمها فريق الجيش الملكي لنقاط مهمه، وبالتالي خلص الفريق نقطه واحده. امتحان طنجه ب2-1 كما فاز الاربعاء الماضي في لقاء مؤجل على الجوله 20 امام النهضه البركانيه خارج الميدان. تعطى الانطلاقه ديال المباراه كم طب مصادر غادي فرصه امكانيه تسديده ومره جانبا تسديد الحارس اشرف هلالي. نتابعوا من جديد امين زحزوح يسدد كرة تمر جانبا. كنقول بانه الدفاع يوسفية برشيد غادي يحاول يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة الى فرصة وتدخل الحارس مهدي بن عبيد. تومي سونغ غادي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، دي فرصة رأسية، تدخل ديال نجم الدين ابراهيم، تصل الكرة لمحمد مفيد وضع امام امين زحزوح. مرة اخرى مفيد امكانية تسديد ارضية، فرصة الهدف كرة تضيع، بامكانه وضع الكرة في الشباك. نتابع مرة اخرى تدخل ديال نجم الدين ابراهيم ثم المتابعه من حمزه ايغامان اللي كان بامكانه وضع الكره في الشباك. هدف اول يضيع من فريق الجيش الملكي. لاحظوا امام المرمى لو مشات الكره في الشباك اعتقد انه كان هدف محقق. لاحظوا حمزه ايغامان كان ساقط فوق ارضيه الملعب، ورغم ذلك تنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته. لعبت الكره ارضيه، فرصه مشات فوق المرمى. كبدت الكره الاخيره تسديده ارضيه. الكره لاحظوا انه اللاعب اللي كان يعني فوق ارضيه الملعب هو اللي لمسته الكره، لاحظوا، وبالتالي ربيح ريمات مشات الكره في الجهه اليمنى. هذه فرصه حمزه ايغامان دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه الهدف. تومي سونغ اوريبوني في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. فرحه كبيره للجمهور الحاضر الذي يوسفية برشيد التي يعني تتابع المباراه. نتابع هذه التمريره، كان خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. حمزه ايغامان لاحظوا تمريره ارضيه وتومي سونغ في المكان المناسب يودع الكره في شباك الحارس اشرف هلالي. اذا تغيرت النتيجه ديال هذه الجوله الاولى لفائده فريق الجيش الملكي. تومي سونغ اوريبوني، لاحظوا التسديده قويه، تمكنش الحارس اشرف هلالي من ابعادها، بالتالي يعني حتى نجم الدين ابراهيم حاول ابعاد الكره لإضافة أهداف أخرى واحتكار كرة. دي فرصة تصل كرة، تسديدة، تدخل الدفاع، تسديدة قوية دائما، الخطورة متواصلة. أمين زحزوح محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، زحزوح أرضية وإبعاد الكرة. إذا مصدق ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، دائما محاولة في الفريق ممتازة بواسطة اللاعب حمزة الحسيني. تابعوا من جديد دخول داخل منطقة الجزاء، يسدد الكرة اللي مشات فوق المرمى. لاحظوا انه باغت شيء ما الحارس مهدي بن عبيد او لاعب رضا مصدق بالفعل هو اللي كان وراء جماهير الجيش الملكي التي تساند فريقها. اعتقد انه الفتره ديال الاستراحه ستكون فرصه للمدربين عبد الرحيم النجار ونصر الدين النبيل الحديث مع اللاعبين بهدف الدور بوجه افضل. خلكيد لاعبين فريق الجيش الملكي. فرصه عند حمزه ايغامان تسديده ولكن بعيده. تسديده حمزه ايغامان مشات انس الضوي، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه بين الفريق يوسف برشيد لصالح السلامي. شنو يعمل صالح السلامي داخل منطقه الجزاء، رفع الكره ولكن فقط عند لاعب العربي الناجي. كره داخل منطقه الجزاء الرأسية، دائما فرصة امام المرمى وتدخل الدفاع ما كانش بالقوه الكافيه. كانت فرصه لبدايه فريق يوسف برشيد من جديد، محاوله بالجهه اليسرى البحث عن العرضيات، رفعت الكره الرأسية من طرف لاعب محمد. لاحظوا من جديد هذه المحاولة، عبد الخالق ايتو رحبي ما تمكنش من التسديد. لعبت الكره دائريه الرأسية مشات فوق المرمى. تضيع هذه المحاولة على فريق يوسفية برشيد. صعود لاعب رضا مصدق، طريقة يعني الاحتفاظ بالكره ممتاز. امين زحزوح مراوغه ديال جوج اللاعبين. امين زحزوح فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، كان التمرير في الجهه اليمنى، مشات الكره داخل منطقه الجزاء. دي فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، ترفعت الكره امين زحزوح وتدخل الحارس اشرف هلالي. يعني تابعنا هاد المترابطات بلاعبي فريق الجيش الملكي. ترفعت الكره، تومي سونغ كيوضع الكره امام امين زحزوح، تسديده ارض ورحبي. في الوقت كنتابعوا المراوغه الممتازه
ديال امين الزحزوح ثم التمريره من زكريا الهبطي. توميسونغ وضع الكره امام امين الزحزوح الذي يسدد وتدخل الحارس اشرف هلالي. في الجهه اليمنى عند اللاعب عبد العزيز الحمزاوي ولكن تدخل وابعاد الكره. احمد حمودان، سرعه حمودان، خطوره احمد حمودان اللي دخل منذ قليل، اكيد عنده الطراوه البدنيه. امين الزحزوح، مراوغه ديال امين الزحزوح، فرصه لفائده فريق الجيش الملكي عند توميسونغ خدع الكره، تسديده ومرات جانبا. تمريره من لامين دياكيتي لتوميسونغ اوريبوني الذي يسدد والكره تمر جانبا. نتابعوا مره اخرى هذه المحاوله لفائده فريق الجيش الملكي، شكلت خطوره على دفاع ولا مرمى، سنده كبيره. نتابع هذه المحاوله، فرصه لفائده فريق يوسف برشيد داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل وابعاد الكره كان بشكل ممتاز من طرف لاعب والمدافع العربي الناجي. سنتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله والتدخل ممتاز العربي الناجي. كنقول بانه يبعد هدف كان محقق بالنسبه للفريق يوسف برشيد. لاحظوا التدخل ديال بدات الزاويه تبع الكره الدائريه، فرصه والمتابعه. تابعنا يوسف قجعي بالراس وكانت المتابعه من نجم الدين ابراهيم. فرصه لفائده فريق يوسفيه برشيد. لاحظوا امام المرمى كتضيع هذه المحاوله. لاحظوا كذلك رده فعل ديال الحارس مهدي بن عبيد لان كان هناك جوج ديال اللاعبين يعني لاحظوا لاعب نجم الدين ابراهيم حرا طليقا. سنتابع هذه المحاوله، فرصه عند اللاعب محمد ربيع حريمات لزين ديال الدراك، تسديده وتدخل الحارس. تقريبا 7 ديال اللاعبين الان قرب من منطقه الجزاء. لعبت كره دائريه، البحث عن الراسيه، فرصه وتدخل الحارس. جمهور اتحاد تورقه امام المغرب الفاسي. السبت هناك هذه فرصه، تبعد الفرصه المحاوله علاء الدين اجرى دخول داخل منطقه الجزاء. علاء الدين اجرى يمرر لامين دياكيتي. اعتقد بانه ينهي كل شيء، وثلاث نقاط للجيش الملكي الايفواري. لامين دياكيتي، تسديده قويه لا تصد ولا ترد، تعانق شباك الحارس اشرف هلالي. وهدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي الذي كان يبحث عن هدف يمكن نعتبروه هدف الفوز، هدف الخلاص، هدف النقاط الثلاث، هدف توسيع الفارق عن الرجاء. كلها امور اكيد كان يبحث عنها فريق الجيش الملكي في هدف ثاني، خصوصا بعد ما تابعنا الخطوره ديال فريق يوسف برشيد. لامين دياكيتي يسدد بقوه ويضع الكره في الشباك. نتابعوا علاء الدين اجري، هادو جوج اللاعبين اللي دخلوا خلال الجوله الثانيه واكيد يعطوا الحلول على مستوى الهجوم ديال فريق الجيش الملكي. تحدثت على اللاعبين الاحتياطيين، تحدثت على دكه احتياط الجيش الملكي، هي قويه بلاعبيها وكذلك بتنوع وقوه وجوده لاعبين.